الا كنتي نقي بزاف راك ماشي راجل. الا جاتك هاد الجمله هادي غريبه راه بسيطه بالنسبه لبزاف ديال الناس في السوشيال ميديا. فقط جرب انك دير واحد الريل ديال انك تفيق في الصباح وتصور راسك كدوش، تصور راسك كتغسل سنانك كتغسل وجهك وكدير واحد الواقي شمسي وتفرج. ديك الساعات غتشوف واحد الكومونتيرات كيجيوك بحال هكا: ايه يا الرجله مشات مع ناس الزمان ومشات مع جدودنا الرجله، ايه لاعبين ناقصين كثرتو. هما الكومونتيرات اللي غيبقاو يجيوك الا درتي شي فيديو بحال هكا، بحال الطريقه اللي قلت لك ديال فيق في الصباح، نيطوي الفراش ديالك، غسل سنانك، دوش، وراه بالراع بانك ما غتبقاش راجل الا كنتي نقي حتى لهاد الدرجه. واش عمر الرجله كانت عندها علاقه بانك واش نقي ولا ماشي نقي؟ هذا سؤال محيرني ومحير هاد الناس هادو اللي كيقولوا هاد الكومونتيرات، بحيث في الغالب ما كيكتب الكومونتير بحال هكا الا انه ما عارفش اصلا شنو هو التعريف ديال الرجوله وشنو هي الرجوله، او لا تعريف ديال الرجوله بالنسبه ليه هو انه يكون موسخ. وعلاش كاينين رجال في جانب اخر كيتجنبوا انهم يقولوا صحابهم انهم كيديروا واقي شمسي او لا كيغسلوا وجهه بغسول ديال الوجه، كيتجنب يقول هذا الشيء كيحشم او لا كيخاف انه يشوفوه ماشي راجل. خلينا في هذا الفيديو نفكوا هذه الفكره هذه مزيان ونفرتكوها ونفهموا اش واقع في هذه السوشيال ميديا وفي هذه الكومونتيرات ديال الا غسلتي وجهك بالغسول ديال الوجه راك ماشي راجل، الا نقيتي سنانك راك ماشي راجل. واحد قال لك كاع هذا طيرني، قال لك اي واحد كيغسل سنانه زيدوا عليهم ما فهمت شنو زيدوا عليهم زعما ما بقاش معاهم، ما بقاش محسوب على الرجال. الا حكيتي سنانك راك ما بقيتش محسوب على الرجال. انا من بعد ما شفت هاد الكومونتيرات وبديت كنحلل، حاولت نفهم هاد الناس هادو كيفاش كيفرقوا ولا كيفاش كيفهموا الامور. الحاجه الوحيده اللي لقيتهم ما كيفرقوش بيناتها او لا واحد الحاجه كبيره اللي كتخليهم يقولوا هاد الشيء ما كيفرقوش بيناتها، هو انهم هاد الناس هادو ما كيفرقوش بين الرجوله والاهمال. الاهمال هو واحد الشخص هامل راسو، كيعتقد بانه لا دوش كل نهار راه مضيع الماء، او لا ما عرفتش شنو كيعتقد هو، او لا دوش كل نهار راه ماشي راجل، او لا الا غسل وجهه بغسول الوجه راه ماشي راجل. هذا نوع من الاهمال، راك هامل راسك نسبيا. الرجوله لها تعريف اخر. الرجوله احترام، الرجوله مواقف، الرجوله مسؤوليه، الرجوله انك تعاون والديك وتعاون العائله ديالك الا كانوا محتاجين لك. هادو هما المبادئ ديال الرجوله اللي كنعرف انا واللي باش كبرت انا، هادشي اللي كنعرف. بينما واحد اخر مثلا كبر في واحد العائله اللي من صغره هو كيشوف مثلا، مع احتراماتي لاي واحد، ولكن كاين بزاف ديال الناس كبر في واحد العائله اللي موسخه، كبر انه كيشوف باه كيدوش مره في الشهر او مره في السيمانه. دونك الا جا وشافك انت مثلا في السوشيال ميديا كتفيق كل صباح وكدوش، راه سي نورمال غتبان له ماشي راجل، لحقاش شاف واحد الحاجه اللي ماشي معتاد عليها، واحد الحاجه اللي فهمتي شوكات، وقال ها كيفاش انا حياتي كامله وانا عايش مع بابا كيدوش مره في الشهر، كيفاش انا هذا واقيلا راه لا هذا واقيلا ماشي منه، هذا ماشي راجل. دونك انا واخا كنعامل كنشوف ناس كيفكروا بهذه الطريقه، في نفس الوقت كيبقاو فيا لحقاش كنحاول نلتمس ليه 70 عذر، ومن بين الاعذار اللي كنلتمس ليه هو انه يقدر يكون عاش في واحد الوسط اللي موسخ. دونك مين كيكبر وكيشوف شي حاجه بحال هكا هو غير معتاد على ان الشخص يدوش كل نهار، كيبان له بانه ماشي راجل. وربما كان عايش مثلا مع شي اختو او لمو كانت كل نهار كدوش، ولكن باه كيدوش مره في الشهر. دونك هنا هو ترسخات له ان مثلا البنات هما اللي كيدوشوا كل نهار والرجال خاصو يدوش مره في الشهر ولا مره في السيمانه. دونك مي غتفهم شي حاجه بحال هكا، تفهم هاد الامور بحال هكا، كتقدر تفكر من المنظور اللي كيفكر به ديك الشخص. اذا الا فكرتي من المنظور اللي كيفكر به ديك الشخص غتقدر تفهمه وغتقدر تفهم علاش هو كيقول بحال هاد الهضره. وحتى انا في هاد الفيديو ما جيتش نقول له علاش انت كتفكر هكا وكذا، انا جيت نحاول نفكك هاد الموضوع هذا ونحاول نفهم اشنو واقع، وانتم في لي كومونتير تناقشوا معايا هذا الموضوع، لحقاش فريمون هذا الموضوع هذا كيهمني انا وكيهمكم انتم وكيهم اي واحد، لحقاش راه الله وصى على النظافه من الايمان. والسؤال اللي طرحت على نفسي من قريت هذه الكومونتيرات هو انه علاش بزاف ديال الناس او بزاف ديال الرجال كيخافوا يبانوا نقيين. والحاجه الوحيده اللي لقيت هو انه مثلا نعطيك واحد المثال، بنت مثلا كبرات في واحد العائله اللي محترمه وكي انسيستيو على انها تلبس واحد اللباس محترم، ومن بعد ما كبرات وصلت لديك 20 عام 25 عام قررت انها ما تبقاش تلبس واحد اللباس اللي محترم بالنسبه لعائلتها،
وتحاول تلبس واحد اللباس اللي هو عاجبها، انها تبين صدرها واحد شويه، انها تلبس لباس حد الفخذ. دونك هي واخا لبست هذا اللباس هذا ما كيعنيش انها غتكون مرتاحه فيه. وعلاش هي واخا كتعتقد انه الا لبست هذا اللباس غتكون مرتاحه فيه، من كتلبسو ما كتكونش مرتاحه فيه 100%؟ لحقاش راه سنين وهي كابره بواحد العقليه ديال ان هذا اللباس هذا راه ما خصوش يكون، وهذا اللباس هذا هو اللي خصو يكون. انا راه ماشي كنفي هذا الشيء، راه هذا الشيء هو اللي كاين. ولكن اي بنت كبرات في هذه العائله بحال هكا، من كتجي تلبس واحد اللباس اللي ماشي محترم كتلقاها واخا هي خارجه في الزنقه راه خارجه وما تيقاش في راسها وخايفه يشوفها شي واحد، عندك يشوفها شي واحد من العائله وكذا وهذه. وفي الغالب كتلقاهم كيمشيو حتى كيخرجوا من الدار عاد كيلبسوا لباس بحال هكا. اذا هنا غتفهم بان الى الطريقه كيفاش كبرات بها ديك البنت من بعد ما كبرات ولات واخا هي كتنجذب لواحد الحاجه وكدير ديك الحاجه واخا عندها تخوف منها، هادشي راجع للطريقه كيفاش كبرات. اذا الا درنا الاسقاط على هذا المثال هذا في راجل كيشوف ان النظافه الشخصيه هي واحد الحاجه خاصه غير بالبنات، غنفهموا بان داك الشخص غالبا كتلقاه كبر في عائله اللي الراجل عنده هو انه يكون موسخ، باه كيجي من الخدمه ما كاينش شي حاجه سميتها دوش كذا. هادي دابا بحكم انه انا ما جيتش نهاجم داك الناس اللي كيقول لك الا غسلتي وجهك بغسول او لا درتي واقي شمسي او لا غسلتي سنانك راك ماشي راجل، انا غادي نقول لك انت كانسان اشنو غتستافد الا كنتي نقي. الا كنتي نقي مدوش كل نهار، غاسل سنانك، غاسل وجهك بغسول بوجه، اشنو غتستافد انت كانسان؟ اول حاجه غتستافدها وهي انك غتولي كتحترم الذات ديالك. وإلا احترمتي ذاتك اوتوماتيكمون الناس غتحترمك. لحقاش الاحترام د الاخر كينبع منك انت. الا ما احترمتيش راسك انت كيفاش بغيتي واحد اخر يحترمك؟ تخيل معايا دابا مثلا واحد ما حاكش سنانه وهو شام في راسو انه فيه واحد ريحه الفم، هو ما كيكونش عنده واحد الثقه في النفس. اذا كيفاش بغيتي واحد اخر يثق فيه اولا كيفاش بغيتي واحد اخر يحترمه؟ دونك هذه اول حاجه غتستافدها هي انك انت كتولي مقدر الذات ديالك ومحترم الذات ديالك. دونك واحد اخر حتى هو غيقدرك وغيحترم الذات ديالك، انت كانسان غيحترمك الا وقفتي حداه. ثاني حاجه اللي غتستافدها من هذه النظافه وهي انك كتولي تايق في راسك. الا نعستي وانت كتشم في راسك واحد الريحه اللي خايبه راه غتفيق على ديك الريحه اللي خايبه. دونك كيفاش غتكون فايق وانت تايق بانك ممكن دير شي حاجه زوينه في نهارك؟ ولكن الا نعستي وانت كتشم في راسك واحد الريحه اللي زوينه راه اوتوماتيكمون من غتفيق وانت حال عينيك على واحد الريحه اللي زوينه شامها في راسك. اذا هنا الثقه في راسك كترتفع اخي. كون على يقين بان النظافه الشخصيه كتلعب واحد الدور كبير انك واش تكون تايق في راسك ولا لا. وبعيدا على انك انت شنو غتستافد من هذه النظافه الشخصيه، راه اهم حاجه في الغالب انت كتفرج في هذا الفيديو راك مسلم. اذا الا كنتي مسلم راه النظافه من الايمان. يعني انت كمسلم راه مفروض عليك انك تكون نقي، مفروض عليك ان تكون ريحتك زوينه وعاد تمشي للجامع. راه الرسول عليه الصلاه والسلام وكان كيوصي انه ما تمشيش للجامع الا كنتي واكل البصله ولا الثومه. فما بالك انك انت ما غاسلش فمك هذه 5 سنين لحقاش كتعتقد الا غسلتي فمك راك ماشي راجل؟ فما بالك انك انت كتعتقد اللي كيدوش كل نهار راه ماشي راجل؟ كيفاش غتمشي لهذا الجامع؟ اذا النظافه من الايمان اخويا، واحد الحاجه اللي اساسيه بالنسبه لك انت كمسلم ومفروضه عليك انت كمسلم. واخر حاجه باش نختموا هذا الفيديو، النظافه هي ما كتزيدش الرجوله وما كتنقصش الرجوله، هي غير احترام لراسك واحترام للناس اللي دايرين بك. دونك ما تحاولش تحط في بالك بان النظافه تساوي راك ماشي راجل. كون نقي وتهلا في راسك، راه راسك اهم حاجه في هذا الكون كامل. الا ما تهليتيش في راسك كيفاش بغيتي واحد اخر يتهلا فيك؟ ولا ما احترمتيش راسك كيفاش بغيتي واحد اخر يحترمك؟ ولا ما تقتيش في راسك كيفاش بغيتي واحد اخر يثق فيك؟ ما تنساش بان هذا الشيء كامل راه كتشملوا النظافه الشخصيه. الا ما كانش غيتبخر هذا الشيء كامل. نتلاقاو في فيديو جاي مع موضوع جديد من اختياركم اللي غتكتبوا لي لتحت في لي كومونتير. تهلاو.